الحقيقه ان جات لي كتير تعليقات قوي بتقول لي ان قبل ما هاجم اي مرشح رئاسي لازم اسمعه الاول. ولما سمعت فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم عن التغيير وعن ان احنا عندنا فرصه للتغيير في الانتخابات الجايه، قلت طب وليه لا؟ طب ما ندي نفسي فرصه للتغيير فعلا، وان انا اسمع وجهه نظر جديده. وقد كان، وابتديت فعلا ان انا اسمع. اللي انا اقدر اقول بكل تواضع ان انا اكفأ منه واقدر منه واعلم منه بشؤون السياسه والاقتصاد، وخبراتي في كل ده اعلى منه. تبا للتواضع يا جدع، والله العظيم تبا للتواضع. بس اكيد بما انك الاقدر والاحسن والاكفأ والاصغر سنا كمان، اكيد عندك افكار شبابيه لمشاريع جديده نستفيد منها كبلد. عندنا مشروع لتحويل قناة السويس فعلا من بوابة عبور عليها كشك كارتة بياخد رسوم إلى ممر لتقديم خدمات. هنا إلى محور قناة السويس الذي يتم تحويله ليضم عددا من المناطق الصناعية والتكنولوجية واللوجستية العملاقة لتخدم حركة التجارة والصناعة والنقل. مش مشكلة، ده توارد أفكار في مشاريع بيحصل، حتى لو كان المشروع ده ابتدينا فيه من سنين، مش مشكلة. بس أكيد بما إنك الأقدر والأصغر سنا برضو والأكثر اطلاعا، أكيد عندك حلول لمشاكلنا الاقتصادية اللي احنا بنعاني منها. هي الناس متخيلة إن الحلول الاقتصادية هتبقى سحرية؟ تفتكروا إن احنا معانا يعني عصاية سحرية نقدر نحل بها مسألة؟ مفيش اي مشكله. انا من الناس اللي مقتنعين ان فعلا مفيش عصايه سحريه ولا حلول سحريه لمشاكل مجتمعات، وخصوصا لو كان مجتمع زي المجتمع المصري، فما بالك بالمشاكل الاقتصاديه. طيب اكيد انت مذاكر كويس قوي البلد دي بالارقام، وعارف كويس قوي ازاي تحل وتتعامل مع المشاكل المتفشيه فيها. انتوا متخيلين يعني ان انا هكتب في البرنامج ما لم يأتي به الاوائل؟ انتوا متخيلين ان الشعب المصري كان مستني انا اجي علشان اخترع له حلول لمشاكله؟ انا دوري كرئيس ايه؟ ان انا لما اجلس امامهم اجلس باحترام وتواضع وابقى وش لوشهم. صدق وتأمن بالله؟ لا انا عارف دخل مصر كام بالحته. يا فندم احنا مش عايزين الله، ده شغل. عارف كل راسي من رجليها في كل شيء، واعمل باللي انا عارفه ده سياق اتكلم معاهم بيه. اقول لهم خلي بالكم عندي كذا وبكسب كذا وبعمل كذا وبصرف كذا وعملت كذا وعملنا كذا والدوله عملت كذا وانا عملت كذا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. طيب اكيد انت عندك طريقه تعامل مع المجتمع المصري مختلفه تماما، محدش عملها قبل كده، صح؟ لا ليكي مكان. لا ليكي مكان. ربنا يسعدك ويخليك ويحميك من كل شر، يا رب يحميك من تصدق ان انا حياتي بقت احسن بكتير، وحسيت فعلا بالتغيير ده. حتى البوس بنقلده كمان. طب فين التغيير؟ طيب كلمة أخيرة ليك كمرشح رئاسي تخليني أحط صوتي الانتخابي ليك وتطمني على بكرة. إن مصر دولة كبيرة ومهمة، ولا يتحمل الإقليم تعثرها اللي قد يدفع إلى انهيارها. مصر دولة كبيرة، مصر دولة كبيرة، لا يليق بنا أن نقلق أبدا. شكرا لحسن تعاونك معايا حقيقي، وخلتني مصرة على قراري. قضي الأمر.